لا الحمد لله، أنا عارفة حظي زين والحمد لله رب العالمين. يعني أنا مش مقتنعة تماما بش عارف تقرالي ما تقرالي، رغم أنه صار لي موقف غريب عجيب زمان. كانت عندي صديقتي السلام. المهم فالمرأة شن قالت؟ هي قالت لي أنت انسرقتي. قلت لها مزبوط صح. في عقلي قلت اكيد صاحبتي يعني قالت لها، يعني ما شاء الله كاي السر يعني. قالت لي انت حتنسرقي مره اخرى. قلت لها شكرا الله يبشرك بالخير. وقالت لي انت في حد من اهلك حيتعرف عليك وحيوصل فيك. هذه والله اللي تو انا شوف لها كم سنه الموضوع هذا راح تو قاعد بين عيوني. فبحثت فيها باستغراب، لان انا قصتي ما حدش يعلمها، حتى ما زال الجمهور ما يعلمش بيها قبل ما تصير مشكلتي مع مديرة دار الايتام هذه، الله لا تسامحها لا تربحها. فالكلام هذا قبل يعني مش عارفه امتى يا ربي، في 2018 2019. قالت لي انت في انت سرقتي وحتنسرقي اخرى. وقالت لي انك في حد من اهلك حيشوفك على التلفزيون وحيتعرف عليك وحيوصل لك. فانا هزيت طبعا وابتسمت قلت لها ان شاء الله خير به. طبعا ضرب من الاحلام بالنسبه لي انا الكلام اللي قالته، يعني غير انه يعني انا ما سعيتش الموضوع. هي قلت لك صديقتي اللي اصرت قالت هذه هديه مني لك بعد ما شافتها وني على اساس شافتني، وانا المواضيع دي ديما هزي عليها بتاع انا اقول لك انا نقرا لك البخت وانا نعرف يا اخي بختي وعرفتها يا اخي اكثر. ايا كان اللي تبي تقولوه لي، ايا كان من مصائب الدهر اللي ممكن متوقعينها، يعني انا مريت بيها ومريت بالاسوأ يعني. فلذلك ما عنديش رغبه نعرف بكره شنو بيصير لي بصراحه. يعني انا مخليه اليوم بيومه، يعني يوم بيوم. حليت عيني تاني يوم مبسوطة سعيدة، نحق نشم نستطعم نتكلم نمشي كرعية. كل ما نحل عيني أنا في الصبح يا ناس من كتر الهوايل اللي مريت بيها، أنا وصلت لي مرحلة نغمض عيني ومانيش عارفة هل حنفتح عيني تاني يوم ولا لا. كان خوفي الوحيد بس إن لما يتوفانا الله بروحي ما حدش يعلم من يتوفانا الله إلا لما قدر الله ريحة الجثة بتاعتي يعني تفوح برا. غيرك ما عنديش خوف من أي شيء يعني. فلذلك انا من النوع اللي لما نحل عيني تاني يوم نلقى نفسي ما زلت عايشه اقول والله كرمك كبير يا ربي اني ما زلت عايشه يعني. فهمت؟ ونحق ونستطعم ونمشي ونصبي على كرعيه ونمشي وناكل فانا مش من النوع اللي عندي الهوس متاع شنو بيصير لي بكره، ما عنديش بصراحه. انا مكتفيه اصلا اللي شفتها مكتفيه به. فلذلك لما قالت لي الكلام هذا انا خذيتها بهزوه يعني. امتى تذكرتها؟ بعد ما اخوي عمر تواصل معي في البرنامج هنا على التيك توك وحكى قصة مش يعني مشابهة للأحداث اللي صيرت معايا والقصة هذه. ولما تعرفت بيهم وجوني هنا لمصر وتلاقيت معاهم وقعدوا معي في حوش واحد، تذكرت كلام متاعت التاروت هذه من 6 7 سنين، يعني ان هلك حيشوفوك في التلفزيون. شكرا للي حقق لي هدف من أهداف البث، يعني الله لا يغيبكم يا غاليين. 3 4 تحققت وما زال لي تقريبا هانت، يعني مازال لي الفرعون والحصان العربي ان شاء الله. المهم فذكرت كلامها يعني مش عارفه هي كيف عرفت، هي مخاويه لاني مش مقتنعه ان واحد في طريق ورقه يشوفها قدامه